السلام عليكم حبيباتي في قناة أيلول. وصفتنا لنهار اليوم وصفة صيفية وسهلة اقتصادية، نتمنى تنال إعجابكم. واسم هي مقارون بكوريات الدجاج، ومشي شرط غير الدجاج ولا الجامبو باش الماكلة تجي بنينة. قلي الماكلة دقيق، قلي في البصلة وقلي هذوك البصلة والفلفل الاسود الملح، راكم عارفين حبيباتي، والماكلة نتاعكم تجيكم بنينه. اذا هنايا انا متوفر عندي لهنايا الكفته كما كنت تلاحظوا، حبيت نديرها معاكم، حبيت نديرها في المقارون. اذا هنايا واش غادي ندير، جبت لهنايا طنجره ولا كاسرونه، هنايا طنجره ولا كاسرونه كما كنت تلاحظوا، درت فيها الماء، وزدت لها الماء عادي ما روبيني، وزدت لها مغرف صغيره ممسوحه من الملح ما تكثروش بزاف، لخاطر من بعد في لاصوص طوماط نتاعنا راح نديرو جامبو مكعب دجاج. اذا هنا واش درت لهنايا الماء، ودرت لهنا مغرف صغيره نتاع الملح، ودرت كذلك مغرف صغيره نتاع الملح، ودرت كذلك مغرف كبيره معمره مليح نتاع الزيت، هكا باش الزيت باش من بعد المقارون تاعنا ما يتعجناش وما يلصقش مع بعضياتها البعض. اذا لهنايا خليت الماء حتى بدا يخلطهم هكا، خلط هذاك الملح والزيت والماء بلا ما ضفت المقارون، خليتهم حتى يتبخ. كي بدا يتبخ الماء ضفت هذاك المقارون وحركت لهنايا، وراح نزيد لهنايا ضربه وحده، ما نقدر ندير لهنايا في كاسرونات، ما نقدر ندير لهنايا في قدرات، ما والو، ساهله. ديري ضربه وحده وطيبي الفطور نتاعك ولا الحشا نتاعك. واسم غادي نزيد لهنايا نتوما لا عندكم شويه نتاع جلبان هكا باش تبنوا هكا بيه، ديروا به هذاك ديكور هكا التزيين من الفوق خفيف، ديروا هذيك الكميه من الجلبان لهنايا تنسلق لكم. ما عندكمش الجلبان ديروا زروديه، قطعوها قطع صغيره وحطوها لهنايا كما كنت تلاحظوا. انا غادي نجيب لهنايا حبه تاع زوديه قطع صغيره، نقطعها قطع صغيره ونحطها لهنايا كما كنت تلاحظوا في هذه الطنجره، تتبخ مليح وطيب غايه الغايه مع هذا المقارون. من بعد كي يطيب لنا المقارون تاعنا ويطيب لنا الزوديه تاعنا، نصفي الزوديه على جهه والمقارون على جهه، وراح نرجع لكم فيما بعد هكا باش ما تضروش تكتروا على رواحكم الداري والكاسرونات، وكو عارفين خطره وحده ونوضو. صايي حبيباتي، نديرنا نخليهم يطيبوا وراح نرجع لكم فيما بعد. هنا شوفوا حبيباتي كما تلاحظوا، هاي هادي بعد ما خليتها نسلق مليح، سلقنا مليح المقارون تاعنا هذا، وهذيك الزوديه طابت. ما بغيتش نصفي كل واحد، خدش كل واحد روحه، لخاطر كلش غادي يتخلط في بعضياتها البعض، ما يشقاش تصفوا كل حاجه روحها. كما سبقت قلت لكم لا عندكم جلبانات ثاني تسلقوه معاها هكا باش يعطيك هذاك الديكور هكا. ولا هنايا درت هنايا كوريات، انا هنا بالكفته جبت لك، عندي هنايا نص صدر دجاج طحنته، درت لها شويه فلفل اسود وشويه نتاع فلفل احمر وشويه نتاع الملح، ودرت لها شويه نتاع المعنوس، وزدت له ثاني وحده نتاع راس نتاع الثوم، شي راس فصه نتاع الثوم، سكرفشتها وخلطتهم مع بعض ودرتهم كما هكا كوريات كما كنت تلاحظوا. نحتاج لهنايا فلفل اسود وشويه فلفل احمر وشويه نتاع زعفران وشويه واحد مكعب دجاج، انا هذا نستعمله باش لاصوص طوماط تجينا بنينه، لاصوص نتاع المقارون. ونحتاج كذلك لا عندكم طماطم مصبره استعملوا نص مغرف كبيره، ما عندكمش طماطم مصبره وعندكم طماطيش تاع الحب ولا طماطيش صنع منزلي، استعملوا هكا واحد مغرف كبيره معمره مليح ولا مغرف ونص كما كنت لاحظتوا. ونحتاج كذلك شوفوا فصوص نتاع الثوم اللي كنت قطعتهم قطع صغيره. اذا انا واش غادي ندير، حنجيب هنايا طنجره ولا مقله اللي عندكم، هنا طنجره درت فيها الزيت كما كنت تلاحظوا خرجناها قليله، راح ندير لهنايا الصوص نتاع الثوم اللي كنت قطعتهم قطع صغيره، قلوه مليح. راح نزيد لهنايا طماطم مصبره واحد المغرف كبيره، عفوا
الاول انا ما عنديش هنايا طماطم مصبره، عندي هنايا كنت خدمتها صنع منزلي كما كتلاحظوا. ان شاء الله عن قريب راح ندير فيديو. الا هنايا راح ندير هنايا مغرف كبيره معمره مليح، ما كثرش بزاف، نزيد غير شويه كما كتلاحظوا. خلطوا مليح، النار تكون قليله. وراح نزيد لهنايا فلفل احمر، باش لاصوص نتاعنا تجينا حمرا. وراح نزيد فلفل اسود، كما كتلاحظوا نخلطوا مليح حتى يتقلى لنا مليح هذاك الثوم كما كتلاحظوا. هنايا شوفوا بعد ما قليت الكل كما كتلاحظوا شوفوا ها هي تقلات لنا مليح. ندير لهنايا واحد النص كاس نتاع الماء كما كتلاحظوا، ونخلطوا مليح. حنزيد لهنايا واحد شويه نتاع الزعفران. ضفت الزعفران كما كتلاحظوا شوفوا، هي اللي نتاعنا جات بزاف، هايله لاصوص نتاعنا جات حمراء. بس غادي راح ندير انا هذاك الكوريات نتاع الدجاج، نزيدهم من هنايا. اذا لهنايا شوفوها راني درت لهنايا هذاك كوريات نتاع الدجاج كما كتلاحظوا، نخليهم يطيبوا مليح، نخليهم حتى يدخلهم الطياب غايه الغايه كما كتلاحظوا. راني قربت لكم لهنايا الكاميرا باش تشوفوا كما كتلاحظوا. خلطوا غير بالعقل، خلوهم حتى يدخلهم الطياب غايه الغايه. كي يطيب لنا راح نحط عليه، اذا هنا بعد ما بدا يدخلها نص الطياب كما كتلاحظوا راح ندير لهنايا مكعب دجاج. كتلاحظوا هذا يعطينا بنه، وسهل تحضريها في وقت قصير هكا. يكون حبابتي يكون هكا تلف لكم العشاء ولا فطور، تحضريها وجبه صيفيه، وجبه غداء. وهذه الوجبه وهذه الوصفه صيفيه وعارفين مع الصيف ما تقدروش تاكلوها كامل حاجه كيما العدس اللوبيا حاجه نتاع مرقه تقدروا كامل تاكلوها. كيفكم اليوم وصفه ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا هنا شوفوا هاي دي بعد الكبسه نتاعي بعد ما طابت، شوفوا هذيك لاصوص طوماط كي راها لاصوص طوماط كي راها حمراء كما كتلاحظوا. ان شاء الله تنال اعجابكم. هكا خصها تجيكم لاصوص باش تجيكم المقرون تاعكم يجيكم بنين. اذا هنايا راح نفرغ هذاك المقرون وهذيك الزوديه مع بعض. ولا عندكم البيض ما عندكمش الدجاج ما عندكمش هذا الكفته، عندكم البيض استعملوا ثلث سالي كتقلوا مليح، استعملوا 2 بيضات حتى 3، هذا اختياري. كاين اللي يحبش الكفته كاين اللي يبغي البيض استعملوه. خلطوا مليح. اذا هنايا شوفوا حبيباتي انا راح نخليه يطيب مليح وراح نقدمها لكم في صحن. شوفوا هذيك المرق جات بزاف، هاي هذيك لاصوص نتاعها. نتمنى تنال اعجابكم.
اذا هنا شوفوا حبيباتي بعد ما كملت الوصفه نتاعنا، شوفوا وجات بزاف هايله. شوفوا هذوك الكوريات كما كتلاحظوا. نتمنى تنال اعجابكم. اذا هنا حبيباتي هاد الوصفه بزاف سهله صيفيه هكا. تخرجي هكا لبلاصه ولا هكا للبحر كما راكم عارفين. خاصة هذا الصيف نخرجوا بزاف للبحر. هكا تخرجيها معاك ولا كي تجي هكا تجي عيانه ديريها. وهاد الكاتاتنا هاد الوصفه يحبوها بزاف الاطفال وليداتكم الصغار. تبغوها ان شاء الله تنال اعجابكم. الا عجبكم لا فيديو نتاع اليوم حبيباتي، ما عليكم تدعموني بالاعجاب وتشتركوا في القناه باش هكا يوصلكم كل جديد. واللي راها عاده دخلت القناه شافتها اول مره ان شاء الله تشترك فيها. هذا فضلا وليس امرا. والى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده.